تعود بطولة كأس العرب للواجهة من جديد بعدما منح الفيفا قطر حق استضافة البطولة، وذلك على هامش اجتماع أعضاء كونغرس بالاتحاد الدولي الذي التأم بالعاصمة التايلاندية. قطر التي نجحت بشكل مبهر في استضافة البطولة في نسختها الماضية في عام 2021 بمشاركة 16 منتخبا، نال فيها المنتخب الجزائري التاج العربي بعد فوزه على المنتخب التونسي بهدفين نظيفين ستشد لها الأنظار مجددا بعد أن أبهرت الشارع الرياضي العربي من جميع النواحي، حتى إن البعض وصفها بكأس عالم مصغرة. محليا ينتظر جمهور الليبي ظهور المنتخب الوطني الذي غاب عن أهم نسخة للبطولة التي نظمت قبل 3 سنوات بعد خروج من الدور التمهيدي على حساب المنتخب السوداني، حيث يأمل محبو الفرسان أن يعود منتخبنا للظهور مجددا في كأس العرب بشكل مشرف بعد المستوى الجيد الذي يقدمه أبناء السربي ميتشو في المباريات الودية وتصفيات المونديال.